أول مغن إماراتي تطأ قدماه إسرائيل. ولأول مرة يعرف أن في الإمارات مغنيا يدعى وليد الجاسم، وصف بأنه مغن من الدرجة الثالثة أو مغني أفراح، إساءة مركبة بحق فلسطين والفن على السواء ترتكب تحت مظلة التطبيع. ازدحمت مشاهد التقارب بين إماراتيين وإسرائيليين حتى دنت من عتبة الاستفزاز، صارت مادة للتهكم، فما هكذا تورد الإبل يعلق كثيرون في مواقع التواصل الاجتماعي. ومن ردود الأفعال أيضا وصف هذه المشاهد بأنها وصلت إلى مستوى الابتذال، مستوى لم يعرف رغم التطبيع في مصر والأردن. يفرق آخرون بين التطبيع وبين الارتماء المجاني في الأحضان. يقول المغني الإماراتي المغمور فور وصوله إلى إسرائيل إنه سعيد بوجوده بين أصدقائه في الدولة العبرية، وفق ما نقلت فرانس بريس. أهلا بك، سلام ومرحبا، أهلا بك، كان قبل ذلك قد أدى مع مغن إسرائيلي اسمه إلكانا مارتيانو أغنية مشتركة بعنوان أهلا بك. فنيا كان أداء العربي ضعيفا مقارنة بأداء الإسرائيلي، وبصريا وسمعيا طغى اللحن الفلسطيني، إخراجيا شيء واحد لم يكن مفهوما. بين الحين والآخر كان المخرج يركز على أمر لا يخدم وظيفيا الكلمات، يركز على هذه الأفعى بما فيها من رمزيات متناقضة. ترى ما الذي توحي إليه أو تعنيه؟